أهلا بكم في قناتي تجربة إيمي. هاخدكم النهاردة في زيارة كاملة شاملة لمجمع الأديان. اللي مرحش مجمع الأديان بمصر القديمة في القاهرة فايته كتير. المكان فيه نماذج للفن المعماري الغير طبيعي من الجمال والروعة. هنشوف مع بعض أديرة كتير، وهنشوف مع بعض مسجد، وهنشوف مع بعض معبد. جمال الموضوع إنك تقدر تلم كل الأديان في مكان واحد، ده في حد ذاته شيء مميز قدرت مصر تعمله، إن يكون في منطقة فيها كل الأديان موجودين في نفس المكان، الدين المسيحي والدين الإسلامي والدين اليهودي كلهم موجودين في مكان واحد. بمعنى إن كل دين في الثلاث أديان موجود ليه مكان للعبادة خاص بيه كان موجود في الفترة دي. وقدرت مصر بروعتها وجمالها وتميزها تحط الثلاث أديان في مكان واحد. يعني هنلاقي دير، هنلاقي معبد، هنلاقي كنيسة، هنلاقي مسجد. طبعا ده حاجة ما بتحصلش في كل العالم، موجودة بس عندنا في مصر. هسيبكم تستمتعوا بجمال وروعة الأديرة والمسجد اللي موجود والمعبد. هتشوفوا فن وتميز في المبنى غير مسبوق. الأماكن دي من أقدم وأجمل الأماكن اللي موجودة في الشرق الأوسط وأفريقيا. بتيجي الزوار والسياح يزوروها من كل مكان في العالم عشان يشوفوا جمال وروعة الفن المعماري اللي موجود عندنا في مصر. هسيبكم شوية تتفرجوا وارجع لكم تاني. عملت لكم أكتر من فيديو بشرح فيه كل الأماكن اللي قدامنا دي، شرحتها بالتفصيل تقريبا، وجبت الأماكن المميزة في كل دير وفي كل حتة أنا دخلت فيها وصورت الأماكن المميزة، الأماكن النادرة، الأماكن اللي أول مرة تشوفوها، الأماكن اللي لما تروحوا مجمع الأديان لازم تعدي عليكم. لأن أنا قبل كده رحت مرة مجمع الأديان، كنت في رحلة وللأسف ما كانش عندي خلفية عن كل الأماكن اللي موجودة، فاتفرجت على مكان اتنين ومشيت على طول. فبعد كده لما دخلت على النت وبحثت عن الموضوع لقيت ان انا كنت غلطانة جدا، ان انا سبت اماكن كتيرة قوي كان لازم ادخل واتفرج عليها. كان في اماكن مميزة، يعني ما دخلتش مثلا المكان المقدس اللي كانت موجودة فيه السيدة مريم العذراء الفترة اللي كانت مختبئة فيها في مصر. كان لما قعدت مع نفسي اتخيل ازاي اسيب مكان زي ده من غير ما اقعد واشوفه. اللوحة اللي قدامنا دي لوحة الموناليزا، اللوحة اللي بتشوفها من اي مكان تحس انها بتبص لك. كان في حاجات كده مميزة كتير، كان ما ينفعش تروح مجمع الأديان من غير ما تعدي وتشوفها، اللي هي حاجات نادرة مش موجودة غير عندنا في مصر، حاجات أول مرة أشوفها في حياتك. طبعا ده غير الروحانيات والإحساس الجميل اللي بتحسه وانت بتحط رجلك على أماكن مقدسة عدت عليها السيدة مريم، السيد المسيح، عمرو بن العاص في المسجد بتاعه. طبعا بعض الصحابة اللي كانوا موجودين عندنا في مصر وقعدوا فترة طويلة في المسجد مع سيدنا عمرو بن العاص. الأماكن دي كلها بالنسبة لنا أماكن مميزة وأماكن مقدسة، وأماكن مش موجودة غير عندنا في مصر. يشرفنا وجود الأماكن دي عندنا، ولازم كل مصري وكل واحد موجود على أرض مصر يروح ويشوف العظمة والروعة، جمال المباني،
شياكة وأناقة الأماكن، الاحتفاظ بيها لغاية دلوقتي. كمان مش عايزين ننسى إن نقول إن الفترة الحالية من الحكم، فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له دور كبير جدًا، جدًا، إنه أمر بترميم وإعادة بناء الأماكن المقدسة، وإعادة بناء الأماكن السياحية الأثرية اللي موجودة عندنا في مصر. يعني مسجد عمرو بن العاص تم ترميمه وإعادة بنائه وفتحه، وتم فتحه في رمضان اللي فات 23. وغير مسجد عمرو بن العاص كمان هنلاقي كل الأديرة اللي موجودة قدامنا دي حصل فيها ترميمات وحصل فيها صيانة وتجهيز عشان تكون على أتم استعداد إنها تستقبل كل السواح من كل بلاد العالم. أي حد بيجي مصر عايز يتفرج عليها ويشوفها، وبيجولنا بالفعل من كل بلاد العالم يتفرجوا على المساجد والأديرة والكنائس وكل الأماكن المقدسة اللي موجودة عندنا في مصر. طبعا فلازم الدولة تهتم بالأماكن دي لأنها مصدر دخل للسياحة. الجميل في الموضوع كمان زي ما انتم شايفين كده قدامكم حصن بابليون، برضو من الأماكن الجميلة اللي موجودة هناك، اللي لما تشوفوها هترجعكم سنين كتير قوي لورا. الجميل في الموضوع ان الوصول للمنطقة سهل جدا جدا. يعني انت لو في القاهرة وحابب تروح تتفرج على مجمع الأديان أو حتى من خارج القاهرة، هتنزل في رمسيس، هتاخد مترو الأنفاق اتجاه حلوان، وهتركب وتنزل في محطة ماري جرجس. هتنزل من المحطة هتلاقي قدامك حصن بابليون في وشك كده على طول. يعني مش هتلف أو تدور أو ما تعرفش توصل للمكان، لا بالعكس، الموضوع سهل جدا بكل بساطة. هتنزل من مترو الأنفاق هتلاقي قدامك الحصن زي ما انتم شايفين كده، وهتمشي بعد كده الشارع ده من أول الحصن، تفضل ماشي في الشارع اللي قدامك ده. الشارع ده على طول الشارع موجود كل الأماكن السياحية والأثرية اللي هتزورها، وهتلاقي نفسك بتشوف قصور قديمة زي قصر ماري جرجس اللي قدامنا ده، اللي فيه كنيستين، كنيسة فوق وكنيسة تحت. أنا سبق وشرحته بالتفصيل قبل كده في فيديوهات سابقة موجودة على القناة بتاعتي، اللي حابب يشوفها بالتفصيل ويسمع قصصها وقصص الأماكن دي بتواريخها بكل حاجة بالتفصيل موجودة عندي عن القناة. لكن أنا حبيت في فيديو واحد ألم كل الأماكن اللي زرتها مرة واحدة. اللي حابب يتفرج على الفيديو من غير صوت ممكن يقفل الصوت ويتفرج على الأبنية كأنك رحت مجمع الأديان واتفرجت عليه بالتفصيل. أنا جايبه لكم كل ركن وكل مكان وكل منطقة موجودة هناك، داخل الدير وبره الدير، داخل المسجد وبره المسجد، بالتفصيل. سيبكم مع بعض تتفرجوا على جزء جميل موجود في مجمع الأديان، وهرجع لكم تاني.
من ضمن الأماكن اللي عملت عليها فيديوهات ولقيت إعجاب كبير جدًا، جدًا المكان ده. المكان اللي قدامكم ده كان السجن اللي اتحبس فيه ماري جرجس، كان ده السجن بتاعه. أنا الحقيقة عملته بس لاقى نجاح أكتر على التيك توك الحقيقة. مكان من أغرب الأماكن اللي ممكن تزوروها في حياتكم، إن انتوا تبقوا قاعدين في مكان زي قبو تحت الأرض أو زي سرداب. بصراحة المكان مرعب جدًا وشكله غريب، والأغرب إنه موجود لغاية دلوقتي من من آلاف السنين أو مئات السنين. فالمكان بجد من الأماكن اللي لازم لمّا تروحوا مجمع الأديان تزوروها. أنا الموضوع بقى بالنسبة لي كان مش مجرد إني بازور مكان، لأ أنا باحب أشوف الأماكن المميزة في أي منطقة سياحية باروحها، عشان بتشدني، وباحب أحس إن أنا في مكان غريب ما شفتوش قبل كده، حاجة مميزة. وده اللي حصل معايا بالفعل في مجمع الأديان. لقيت أماكن كتيرة جدًا أول مرة أشوفها في حياتي، ولفتت نظري وعجبتني. وعايزة أقول لكم من الأماكن الجميلة اللي زُرتها، واللي حسيت فيها بتنوُّع واختلاف وعدد كبير أوي، أوي، أوي من الأماكن اللي يبقى عندك اكتفاء ذاتي. أنا خدت يوم بالكامل في مجمع الأديان عشان أقدر يا دوبك ألِم الأماكن اللي أنتم شايفينها قدامكم. طبعًا يعني في بعض الأماكن ما جبتهاش بالكامل، جبت أجزاء منها لأن المكان كبير جدًا، جدًا. أنت عندك 7 كنائس ومسجد ومعبد. فكان المكان كبير جدًا على إنه يتصور بفيديو أو فيديوهين. ده عايز فيديوهات وشروحات، عشان ده تاريخ كبير، هتجيب تاريخ المكان والناس اللي موجودة فيه وسبب البناء. الحمد لله أنا عملت جزء كبير اتكلمت فيه عن الحاجات دي. يعني أعتقد إن أنا عملت شرح إلى حدٍ ما هيفيد أي حد هيتفرج على الفيديو سواء على التيك توك أو على اليوتيوب. كنيسة مارجرجس اللي قدامكم دي من الأماكن اللي بهرتني، هي مش عجبتني، هي بهرتني. زي ما أنتم شايفين المبنى خرافي. بجد المكان عجبني أوي، 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 من الأماكن الجامدة اللي عجبتني. أنا حاسة إن أنا موجودة في حاجة كده في الخيال، من الجمال والشياكة والنقوش والرسومات وروعة المبنى وفخامته وارتفاعه. حاجة الحقيقة ما شفتهاش قبل كده في حياتي أبدًا. عجبني أوي كمان في الأديرة إن في هناك موجود الزيت المبارك، اللي هو بتاخدوه من لمّا بنكون موجودين وحابب تاخد زيت بتاخده. الزيت ده يُقال إن هو يعني لو حد تعبان أو عنده مشكلة في رجله، في إيده، أو في أي مكان في جسمه ودهن الزيت ده، يعني بيقولوا إنه بيخفف الألم وبيقلل الوجع. فأنا أخدت بصراحة من الزيت ده هاجربه إن شاء الله، أقول لكم النتيجة بعد ما أجربه بإذن الله. أو بيتاخد كنوع من بركة من الكنيسة، لكن هو موجود ومتوفر في المنطقة دي بالتحديد، منطقة مجمع الأديان. هتلاقوا في كل دير هتدخلوه تقريبًا في الزيت ده، وفي كمان قربان، وفي حاجات جميلة الحقيقة. يعني في حاجات حلوة أوي، أوي. اللي هيروح هناك هيلاقي حاجات من أجمل الحاجات اللي ممكن تشوفوها، والحاجات الروحانية الجميلة بتاعتنا المصريين. إحنا في مصر مرتبطين جدًا بالأديان سواء مسلمين أو مسيحيين. إحنا ناس شعب متدين بطبعه. إحنا بنحب مساجدنا وبنحب كنايسنا، دي طبيعتنا، إحنا شعب متدين.
عايزة أقول لكم كمان على معلومة مهمة جدًا واجهتها هناك وقابلتها بنفسي، إن في ناس متخصصة موجودة في كل مكان بتدخلوه، ممكن يشرح لك كل حاجة بالتفصيل، مش مجرد بس الناس اللي شغالة هناك، ده كمان ممكن حارس الأمن، ممكن الحارس اللي موجود حارس الدير أو اللي موجود يرعى الدير، لو اتكلمتوا يحكي لكم قصة المكان، دي عجبتني جدًا، حسيت في ثقافة، يعني حتى العمال اللي موجودين هناك والناس اللي بتشتغل عندهم ثقافة حلوة جدًا، وقادرين يقولوا لك تاريخ المكان اللي أنت فيه بكل تفاصيله، طبعًا ده غير انتماءاتهم الدينية. دلوقتي هنروح مع بعض زي ما شايفين ده مقابر اليونانية، طبعًا أيام اليونان لما كانوا موجودين في مصر، كانوا عاملين طبعًا بيوت ومقابر فده من ضمن الأماكن معمولة كانت مقابر ليهم، دي المقابر بتاعتهم. هتلاقوها مبنية بشكل برضه مختلف جدًا، بالنسبة لمقابر هتلاقوا الشكل غريب شوية، لكن جذاب، يعني إحنا بشكل عام بتشدنا الأماكن اللي فيها بناية مختلفة، وإحنا في مصر بالتحديد فن العمارة عندنا من زمان من أيام الحسين والمُعز، المنطقة اللي هناك دي كلها طبعًا ده كان مباني مختلفة وجميلة، فإحنا من زمان مغرمين بالفن الإسلامي والقبطي واليوناني والفارسي، الحاجات دي كلها والمباني دي كلها اللي موجودة في مصر هتشدك وتعجبك وتحب تتصور فيها وتاخد صور جميلة وتستمتع بالمكان. دلوقتي هنروح على كنيسة السيدة مريم العذراء اللي فيها البير اللي شربت منه العائلة المقدسة. سيبكم تتفرجوا نرجع لبعض تاني. ده المكان اللي فيه البير اللي شربت منه السيدة مريم العذراء وابنها السيد المسيح، ده اللي بكم زي ما انتم شايفين المية بتاعته موجودة لغاية دلوقتي لم تجف، حتى هذه اللحظة البير فيه مية وموجود ومتاح انك تشوفه في مجمع الأديان. دي الكنيسة اللي موجودة داخل المقابر اليونانية في آخر المقابر اليونانية كده بالتحديد. المكان من جوه برضو عبارة عن قبو أو سرداب تحت، تدخل الكنيسة وبعد كده في ممر تخش منه هتلاقي نفسك تنزل كام سلم هتبقى قدام شايفين كده البير اللي موجود هناك. المكان ده برضو من الأماكن اللي عجبتني جدا واللي كان أول مرة في حياتي أشوف بير حقيقي، أول مرة أشوف بير حقيقي قدامي وممكن أنزل أخد منه مية بالجردل، فلفت نظري برضو من الأماكن اللي عجبتني قوي هناك واللي حاسة إنها بجد قديمة قوي وصعب تشوفها في أي مكان. يعني حاليا ما فيش مكان فيه بير طبعا إلا في الصحاري بقى الشرقية والغربية أو في سينا، لكن في مصر وفي التوقيت ده وقت التحضر اللي احنا وصلنا له تلاقي بير بالعمق ده موجود في المكان ده، طبعا دي حاجة كانت بالنسبة لي مميزة ونادرة، أي حد هيروح هتعجبه وهتلفت نظره. الحلو كمان في المكان إن أنا كنت رايحة الصبح اليوم ده، كنت رايحة الصبح بدري فالدنيا ما كانتش زحمة الحمد لله، لأن في العادي مجمع الأديان بيكون زحمة. عايزة أقول لكم بتجيله أفواج من كل بلاد العالم، من كل بلاد العالم هتلاقي أجانب موجودة وجاية تتفرج، ده غير الدارسين من
الترفيهية غير السياحة الثقافية والتعليمية، اللي بيروح ياخد معلومات ويشوف المكان ده ويصور الأماكن اللي بيدرسها ويكتب معلومات عنها ويشوفها على أرض الواقع. فطبعا الموضوع بيختلف تماما، لكن في الحالتين بتستمتعوا بالمكان سواء ترفيهي أو تعليمي أو ثقافي. في كل الأحوال المكان هيعجبكم جدا، وهتشوفوا مكان نادر مش موجود في مصر عندنا احنا بس، في جمهورية مصر العربية، منطقة مصر القديمة، مجمع الأديان، محطة ماري جرجس اللي عايز يروح. لو انتوا لسه معايا لغاية دلوقتي في الفيديو، يا ريت تصلوا على النبي وتدعموني بكومنت حلو، واللي عجبه الفيديو يا ريت لايك، واللي ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك عشان يوصل له كل جديد على قناة تجربة إيمي. مع بعض أجمل الأماكن السياحية والترفيهية وكل مكان موجود في مصر بنلف مع بعض. في مصر في محافظات تانية كتير زي السويس، بورسعيد، إن شاء الله اسكندرية قريب. هنلف مع بعض إن شاء الله، هنروح شرم والغردقة وهنلف كل الأماكن الجميلة اللي موجودة في مصر، هنروحها مع بعض ونتعرف عليها ونشوف أجمل الأماكن السياحية، أجمل الأماكن اللي محدش يعرفها ولا ما بيروحهاش. فرصة أعرفكم عليها عشان تتفرجوا وتشوفوا جمال وروعة مصر في كل مكان فيها. أسيبكم تتفرجوا على الدير ده ونرجع تاني.
وده المكان اللي كانت عايشة فيه السيدة مريم العذراء لمدة 3 شهور. كانت عايشة فيه ومستخبية فيه تحت الأرض. اسم الكنيسة دي كنيسة المغارة، نسبة للمغارة اللي كانت موجودة فيها السيدة مريم العذراء. دي المكان اللي كانت موجودة فيه، ودي الحجارة اللي كانوا بيناموا عليها، حاطينها في صناديق تحت الأرض. المكان موجود زي ما هو من مئات السنين، ما اتغيرش. دي المغارة اللي كانت موجودة فيها السيدة مريم العذراء، هي وابنها السيد المسيح برفقة يوسف النجار، وعاشوا فيها حوالي 3 شهور. 3 شهور تحت الأرض. كانوا بيشربوا من البير اللي موجود فوق اللي شفناه مع بعض، وكانوا عايشين على أقل الإمكانيات وأبسط الإمكانيات، هربا من ظلم الحكام وظلم الناس ليهم. استخبوا في مصر، مصر أم الدنيا اللي نزل فيها كل الأنبياء، ومن ضمنهم السيد المسيح اللي تشرفت مصر بوجوده هو ووالدته السيدة مريم العذراء. دي الكنيسة اللي موجودة فوق زي ما انتم شايفين كده، مبنية فوق المغارة. تم بناء الكنيسة، اسمها كنيسة أبي سرجة. تم بناء فوق المغارة اللي كانت موجود فيها السيدة مريم. ده من أجمل الأماكن اللي عجبتني في مجمع الأديان، من أجمل الأماكن حرفيا. ودي الخيط اللي بتصور لنا الرحلة المقدسة بدأت من فين وانتهت لفين، موجودة هناك في الكنيسة. الناس اللي بتدرس وحابة تعرف التفاصيل كلها موجودة هناك عند الكنيسة. زي ما انتم شايفين كده، كلها لوحات استرشادية مبينة وموضحة جدا للناس الدارسة أو الناس اللي برضو تاخد فكرة عنها. ده بقى المعبد اليهودي واللي كان ممنوع التصوير فيه، بس أنا خدت كده فيديو سريع لأن الرابطة اليهودية أو الناس اليهود يعني رافضين إن احنا نصور. أنا مش فاهمة ليه، يعني إيه المشكلة؟ ده دير، سوري، ده معبد وموجود ومتاح في مكان عام، متاح للزيارة. فأنا مش فاهمة هما مانعين التصوير جوه المعبد ليه. هنا هيكل سيدنا موسى. ودي باقي الأديرة زي ما انتم شايفين. رحت أكتر من مكان الحقيقة، رحت أديرة كتيرة جدا وكناير جدا في المكان ده. كان في ناس بتشرح لي التفاصيل، كل حارس موجود أو كل عامل، كل ناس شغالة هناك أو القائمة على المكان أو على حراسته أو على حمايته أو على الحفاظ عليه، عارفين تفاصيل كنايس وقصتها وحكايتها. زي ما انتم شايفين ده دير قديسة بربارة. أنا ما عملتش فيديو عنه الحقيقة، لكن صورته في الفيديو المجمع ده اللي ضم فيه كل المكان. هي دي القديسة بربارة. أنا عملت فيديو مجمع لكل المكان، لمجمع الأديان بالكامل. هتلاقوا في الفيديو ده من أول ما تنزلوا من محطة المترو
لغاية ما تمشوا. موجود فيه كل الأماكن المقدسة والأماكن اللي زارتها السيدة مريم العذراء. وبعد شوية هنروح مع بعض مسجد سيدنا عمرو بن العاص. الأماكن كلها موجودة بالتفصيل، هتعجبكم جدا. الأبنية زي ما قلت لكم مميزة وجميلة. معلش إن كان الفيديو طويل، بس أنا حبيت أجمع فيه كل المكان مرة واحدة. للناس اللي ما راحتش قبل كده مجمع الأديان هيلاقوا الفيديو ده كامل بالتفصيل عن مجمع الأديان، كأنك رحته فعلا. وعشان لو ما رحتش وناوي تروح تبقى عارف هتروح فين، أو تشوف الأماكن اللي ممكن تعجبك وتلفت نظرك وتشدك بتشوفها على أرض الواقع، هتشوفها في الفيديو ده. هتبقى عايز تشوفها في الواقع في الحقيقة، ولما تيجي تروح مجمع الأديان هتدور عليها وهتوصل لها. الأماكن كلها هناك معروفة، لو سألت أي حد هيشاور لك على المكان أو هيوصفه لك أو هيبعتك ليه، هتروح بسهولة جدا وتتفرج على المكان اللي انت عايز تروحه أو تاخد البركة أو تروح بالنسبة للإخوة المسيحيين طبعا الأماكن المقدسة دي بالنسبة لهم تبقى حاجة غالية جدا جدا عليهم، زي ما كلنا في كل الأديان الأماكن المقدسة غالية علينا وبنحب نزورها ونتبارك بيها. فالمكان ده هيعجبكم جدا جدا. والحقيقة المكان طبعا مفتوح لكل الديانات دي، هو مجمع أديان، هو مفتوح لكل الديانات تزوره. يعني لو جالنا حتى يهود من بره مصر وحبوا يزوروا المكان مسموح ليهم، عشان ده مكان سياحي ومزار متاح لكل الناس تخش تتفرج عليه وتشوف الأماكن الجميلة اللي موجودة عندنا في مصر. الكنيسة اللي قدامكم دي كنيسة تعتبر من الكنايس، أكبر الكنايس اللي موجودة هناك، ومبنية كمان على شكل سفينة نوح. يعني لو هنبص للمبنى بشكل عام زي ما انتم شايفين السقف بتاعها على شكل سفينة. وأغلب الكنائس عندنا في مصر تقريبا واخدة نفس الشكل ده، بس دي كانت أكبر كنيسة موجودة في مجمع، أكبر كنيسة موجودة هناك اللي على شكل سفينة نوح زي ما انتم شايفين. كبيرة جدا جدا، تنفع للأفراح، للمناسبات، للاجتماعات. بصراحة مكان كبير جدا جدا، بس بيكون خاص بالإخوان فقط، وغير مسموح لأي حد يعني يعمل. طبعا الزواج طبعا لازم هيكون في المكان ده، أو احتفالات خاصة بالمناسبات الدينية بالنسبة لهم. فالمكان كبير ومساحته كبيرة وتسع عدد كبير جدا زي ما انتم شايفين. دي برضو كانت زي أيقونات بيبقى متسابة هناك لبعض القديسين وبعض الشهداء وبعض رجال الدين. حاجات كتيرة موجودة هناك بقصتها وبحكايتها موجودة، وهتلاقوها داخل مجمع الأديان. في المكان ده برضو أنا رحت، كان فيه زي مقبرة لأحد القديسين، لا أحد الأنبا الخاص بيهم أو القسيس كان توفى، وكان طلب إن هو يدفن داخل مجمع الأديان. ده المكان بتاعه زي ما انتم شايفين، هو ده. أعتقد الشخصية كانت معروفة لما بشوفها كتير في التلفزيون. هتلاقوا معمول له قبر هناك، هو ده. لا ده بابا شنودة، حاطين صورته، فحاطين صورة الراجل المتوفي، هو ده راجل متوفي وكان حابب يدفن في مجمع الأديان وفي المنطقة دي بالتحديد، فتعمل له المرة. مش كل الناس تعرفه على فكرة، لكن هو موجود هناك. وأنا بما إني جبت التفاصيل لها الكبيرة والصغيرة، حبيت أقول لكم التفصيلة دي للي حابب برضه يروح يزور المكان ده. ومدفون تقريبا هنا، ده المكان المدفن بتاعه اللي مدفون فيه. طبعا رجال الدين ليهم كل الاحترام وكل التقدير. أما المكان اللي في الدور اللي فوق ده فبرضه كان للقديسة، إحدى القديسات، أعتقد كانت صغيرة جدا في السن. دلوقتي أوريكم صورتها. المكان ده موجود في الدور التاني فوق أو التالت، معمول لها زي دير صغير كده ليها، تقديسا ليها وقصة حياتها. الناس دي كلها طبعا ناس الشهداء اللي تم استشهادهم في المعاناة أيام ما كان في اضطهاد المسيحي. دي صورتها اللي قدامكم، قديسة جميلة زي ما انتم شايفين. دي الصورة بتاعتها ودي قصة حياتها، والمكان ده معمول ليها تخليدا لذكراها. أنا برضو دخلت وزرت المكان ده. طبعا أنا مش حافظة كل التفاصيل، لكن عايزة أقول لكم الأماكن تستحق الزيارة للدارسين. في مكتبة كبيرة زي ما انتم شايفين في الطرقة اللي بتعدوا منها عشان تروحوا أبي سرجة. مكتبة كبيرة بس للبيع، كتب للبيع موجودة على الصفين. نطلع بقى من الأديرة وندخل على مسجد عمرو بن العاص. طبعا كلنا عارفين ان عمرو بن العاص هو اللي فتح مصر،
هو اللي عمل الفتح الإسلامي لمصر بأمر من عمر بن الخطاب، اللي طلب منه يروح ويفتح أرض مصر. وبالفعل تم فتح أرض مصر على إيد عمرو بن العاص الصحابي الجليل، وعمل أول مسجد موجود على أرض مصر وهو مسجد عمرو بن العاص. المسجد اللي قدامنا ده تم بناؤه في عهد عمرو بن العاص، يعتبر أول مسجد في مصر وأفريقيا. مساحة المسجد كبيرة جدا جدا جدا، 19,000 مصلي تقريبا، له أعمدة، مبني على تراث الفن الإسلامي. يوجد في النص كده زي ما انتم شايفين القبة اللي موجودة في النص في المكان، وفي جزء خاص بالسيدات. المسجد روعة، منتهى الجمال، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد عمرو بن العاص علامة علامات الفن الإسلامي المميز، ومن أجمل المساجد اللي موجودة على أرض مصر. بيتم عمل احتفالات في بعض المناسبات داخل المسجد، وبما إلى جانب صلاة العيد الكبير والصغير، عيد رمضان وعيد المبارك، عيد الأضحى المبارك، بيتم الصلاة داخل المسجد. ده غير باقي المناسبات الإسلامية اللي بيتم الاحتفال بيها داخل مسجد عمرو بن العاص لمساحته الكبيرة اللي بتساعد عدد كبير جدا من المسلمين اللي بيجوا يزوروه من كل بلاد العالم. وبكده يبقى احنا جولة كاملة لكل الأماكن السياحية والدينية اللي موجودة في مجمع الأديان، ابتداء بالكنيسة المعلقة وحصن بابل، حصن بابليون، والكنيسة ماري جرجس، وكنيسة وكنيسة المغارة، وكنيسة أبي سرجة، والقديسة بربارة. لفينا كل الأماكن الموجودة تقريبا، بالفعل لفينا كل الأماكن الموجودة في مجمع الأديان. احط لكم في الاخر كده تشكيله لكل الاماكن اللي زرتها، فكره تانية عنها برضو، وتفتكروا الاماكن اللي عجبتكم واجمل الاماكن. عايزه اقول لكم من اجمل الاماكن اللي زرتها في حياتي حرفيا كان مجمع الاديان. انبهرت بكل المباني الموجوده فيه، وانبهرت بالفن الاسلامي والقبطي واليوناني، حاجات بجد في منتهى الروعه ومنتهى الجمال، وهتشد اي حد وهتعجب اي زائر هيروح يزورها من اي مكان. اللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. وهسيبكم مع جزء حلو واخير وجميل من مجمع الأديان، اللي حابب يتفرج عليه وياخد فكرة أكتر
عن وبما ان دلوقتي احنا في اخر جزء فيه، ده جزء المتحف، سيبكم تتفرجوا على المتحف اللي موجود، متحف القبطي، احد الاماكن الموجوده في مجمع الاديان، واللي هو مجرد ما تنزل من المترو هتلاقيه قدامك مباشره، هو حصن بابليون مباشره موجود المتحف القبطي اللي قدامنا ده. هسيبكم تتفرجوا عليه وتستمتعوا بكل الأماكن الموجودة داخل المعبد، داخل المتحف، وإن شاء الله مع رحلات تانية ومع زيارات تانية وتجارب كتيرة على قناة تجربة إيمي. هنروح كل مكان موجود في مصر ونتفرج على كل الأماكن الجميلة السياحية اللي محدش راح يزورها لازم يزورها. حبيت أعرفكم على كل الأماكن اللي بروحها وأديكم فكرة عنها وأقول لكم الأسعار وأماكن دخول بكام ونروح إمتى. اللي بيحب يزور الأماكن السياحية والأثرية موجود فيها كتير ومليانة بأجمل الأماكن اللي تستمتعوا جدا جدا بزيارتها. هسيبكم تكملوا الفيديو وتستمتعوا بجمال وروعة وشياكة وأناقة مع الأديان اللي موجود في مصر القديمة. زي ما قلت لكم بتنزلوا من مترو الأنفاق محطة ماري جرجس تلاقوا قدامكم المجمع على طول، مصر القديمة ومصر القبطية. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم.